أحلى من الكيك وألذ من البسبوسة. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الرواني بالطريقة الأصلية. هي دي كيكة الرواني بجد زي ما قال الكتاب. يلا بينا ندخل على المقادير على طول عشان محبش أطول عليكم كتير. معانا أول حاجة 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان معانا 100 جرام سكر. هقول لكم المقادير بتاعتنا بالجرامات علشان الوصفة تطلع معاكي مظبوط. أهم حاجة تتبعي النظام وتتبعي الطريقة بتاعت العمل بالظبط. معانا 150 جرام دقيق عادي ويفضل يكون دقيق نوع حلو وفاخر، ومعانا 100 جرام دقيق سامولينا اللي هو دقيق البسبوسة، ويفضل يكون اللي هو الأكياس اللي هو بيبقى فيه جوز الهند والريحة بتاعت منكهات البسبوسة والحاجات دي. الكيس بيتجاب من عند العطار وتاخدي منه 100 جرام. ومعانا الفانيليا، ومعانا معلقه بيكنج باودر ورشه ملح. اول حاجه جبت العجان بتاعي وحطيت فيه ال5 بيضات وعليهم ال100 جرام سكر وكمان الفانيليا بتاعتي وكمان معلقه خل كبيره، ودي مهمه قوي في اي كيك حابه تعمليها وتطلع من جوه فاتحه ولونها فاتح من جوه وهشه جدا. معلقه الخل بتفرق جدا يا بنات في اي كيك على الاطلاق. هنبدا نسيب العجان بتاعنا كده شغال، او المضرب الكهربائي اللي متوفر عندك، او لو عندك خلاط برضو متاح جدا ان انت تستخدميه، لكن اتبعي التكنيك في العمل علشان النتيجة تطلع معاكي حلوة وجميلة زي ما طلعت معايا. هنبدأ نسيب البيض بتاعنا يضرب لغاية ما قوامه يبقى باللون الفاتح ده، بيبقى فاتح خالص عامل زي الكريم شانتيه، وفي نفس الوقت قوامه تقيل. قوام البيض بالسكر بيبقى تقيل زي ما انت شايفة كده، اللي هو تحطي المعلقه والسباتولا فيه يديكي منقار كده زي المنقار بتاع كريم شانتيه. هنبتدي نشيل كده المضرب بتاعنا. خلاص هو ده القوام زي ما انتم شايفين. بصوا الخليط نازل من المضرب بتاعنا عامل ازاي. هو ده الخليط او هو ده القوام اللي احنا عايزينه، اللي عايزين نوصله. نركز في الخطوات علشان بس ما حدش يجرب الوصفه ويقول لي ما نجحتش معايا يا بوسي بتاع. لا، هقولك على كل حاجه بالتفصيل، وكمان صينيه مقاس ايه عشان تطلع معاكي ارتفاع حلو قوي. لان انا للاسف حطيتها في صينيه مقاس كبير، لان ما كانش متوفر عندي صينيه مقاس 20، فما طلعتش بالارتفاع اللي انا رسماه في خيالي. فبرضو الحاجات دي بتفرق. دي البسبوسه او السمولينا بتاع البسبوسه، حابه تضربي تديها ضربه في المطحنه ان هو ينعم اوكي، مش حابه وتحطيه زي ما هو كده برضو اوكي. في الحالتين بيدي طعم حلو قوي قوي للكيكه الرواني بتاعتنا. وطبعا رشه الملح ومعلقه البيكنج باودر. يبقى احنا جبنا المواد الجافه كلها خلطناها مع بعض، اللي هو 150 جرام دقيق ابيض دقيق زيرو، و100 جرام دي السامولينا والبيكنج باودر ورشة الملح. تمام، خلطنا كويس جدا المكونات الجافة بتاعتنا كده في بولة على جنب، ونركز بقى في الخطوات اللي جاية. البيض بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مليان هوا وارتفع جدا. الخليط كله هش كده ومليان هوا وهش، يعني محتاج ان احنا نتعامل معاه برفق. ما ينفعش احط كمية الدقيق كلها وابدا بقى اقلب، لا انا كده ههبط الخليط بتاعي ومش هيديني القوام المطلوب خالص. يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب منخل كده ونبدا واحده واحده زي ما انتم شايفين في اتجاه واحد من تحت لفوق بخفه. فوق ما يعني خف ايدك كده، ما تقعديش تقلبي جامد وبتقل، لا كده هتهبطي الخليط بتاعك والكيك الرواني بتاعتك مش هتطلع هشه من جوه. هنبدأ كده نحط المكونات واحدة واحدة ومعلقة معلقة. موضوع بياخد وقت او جهد لكن نتيجة فوق الروعة، وهتعجب ولادك جدا، وخاصة انها حاجة مميزة ومفيش حد ما بيحبش كيكة الرواني على العموم. يعني بنجيبها من بره جاهزة وبنجيبها بفلوس قد كده، لا ب5 بيضات تقدري تقومي تنفذيها وتعملي احلى من جاهزة كمان 100 مرة. زي ما انتم شايفين كده بكل خفة يد. وعايزة بقى اتملكها البولة بتاعت العجان عمالة تروح وتيجي مني، حطيت تحتها المفرش السيليكون علشان تبقى ثابتة واوريكم وانا بقلب. يعني انا كان ممكن اختصر الحتة دي، بس حبيت اوريكم كل حاجة بتفاصيل التفاصيل. زي ما انتم شايفين كده معلقة تانية، والموضوع مش هاخد منك وقت اللي في دماغك يعني، بس هو الموضوع عايز صبر. طبعا اللي بيتبقى ده اللي هو دقيق السمولينا هحطه كله في الاخر، مش هيفرق معانا، بس بنخل علشان ادخل للدقيق هوا وانا بحطه. نخل الدقيق برضو في اي كيك بيفرق معاكي في ارتفاع الكيك جدا. تمام، زي ما انتم شايفين كده. انا هنا مسرعه الفيديو، يعني انا دي مش ايدي في طبيعتها يعني وانا في الحقيقه، لا انا مسرعه الفيديو بس عشان ما ياخدش وقت كتير معايا، لكن انا في الحقيقه كنت مبطئه ايدي جدا
ومخففاه جدا. بصوا القوام، لسه هنكمل الخليط بتاع. اهم حاجه ما نزودش لا دقيق عادي ولا دقيق سمولينا، هما كلهم على بعضهم يبقى التوتال بتاعهم 250 جرام. منهم عباره عن ايه 250 جرام يا بوسي عشان نركز في المقادير؟ ولو حابين اكتبها لكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكتبها لكم، ما عنديش مشكله. اللهم صل على النبي. هنجيب 150 دقيق عادي، 150 جرام دقيق عادي، و100 جرام دقيق سمولينا اللي هو اكياس البسبوسه الجاهزه. تمام. وهنبتدي بقى، جبت الاسباتولا بقى عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق ولا اي كتل تحت. وجبت الصينيه بتاعتي، للاسف مقاس كبير خالص عن المقاس المطلوب. المقاس المطلوب او الكميه دي او المقادير دي لصينيه مقاس 20، لصينيه مقاس كام يا بوسي؟ 20. الصينيه اللي قدامك دي مقاس 26، فيعني كبيره جدا طبعا. وما طلعتش بالارتفاع اللي في دماغي، لكن طلعت هشه وجميله وطعمها حلو جدا جدا. وانتوا هتجربوها وتشوفوها بنفسكم. تمام. خلاص كده دخلت الصينيه بتاعتي على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، بتقعد من 30 ل 40 قصدي من 25 ل 30 دقيقه، ما تزوديش عن كده، وتبقي متابعاها طبعا من الفرن. جبت هنا عملت السيرب بتاعي، علشان طبعا عارفين كيكه الرواني لازم بتتسقي بالشربات. عبارة عن ايه السيرب يا بوسي؟ عبارة عن كوباية ونص مية قصدي كوباية ونص سكر وكوباية واحدة مية او كوباية الا ربع. عودي نفسك ان مقدار المية يبقى نص مقدار السكر. اوكي. وسبتهم يغلوا على النار لمدة 10 دقايق، وبعد كده عصرت عليهم نص عصرة يعني نص ليمونة عصرتها كده عليهم، وطفيت النار على طول. والقوام بتاعي خفيف، ما بيبقاش تقيل خالص، مش زي العسل التقيل، لا بيبقى خفيف كده. وهنبتدي حطيت معلقة سمنة بلدي، واهم حاجة نوع السمنة يكون حلو، لانه هيفرق جدا في طعم كيكة الرواني. زي ما انتم شايفين كيكة الرواني بتاعتنا او المقادير بتاعتنا لا كان فيها زيت ولا دقيق ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة من الافتكاسات اللي طالعة دي. هي دي الطريقة الأصلية بتاعتها، بتاعت كيك الرواني. وهي كيكة الرواني أصلها في الأصل كيك تركي، المشهورة بيه تركيا، أو هي أول بلد عملته. ودي الطريقة الأصلية بتاعتها. طلعت طبعا سقيناها بالشربات ورشينا عليها جوز الهند زي ما انتم شايفين كده، وكان طعمها خطير جدا جدا. بس زي ما قلت لكم ونوهت عليكم في الفيديو، دي مقادير صينيه مقاس 20، وان شاء الله تطلع معاكم حلوه واحلى كمان، وتكون نالت اعجابكم. بس لو انت اول مره تشوفيني على اليوتيوب واول مره اظهر لك خالص، انا بوسي محسن ودي قناتي. يشرفني انضمامك ليا وتنضم لعيلتي الحلوه. وطبعا لو انت من المتابعين الحلوين متنسيش تعملي لايك للفيديو وكومنت حلو علشان بيفرحني كتير. باي باي.